الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور شعيب عبد الرحيم، رئيس جمعية بيئتي. في إطار النقاش الدائر الآن حول المحطة الحرارية والرجوع ديالها للنقاش العمومي، حقيقة كنا نظن أن هذه المحطة الحرارية ولات بدون رجعة، ولكن للأسف تلاحظوا بأن كانت هناك مازال محاولات إعادة هذه المحطة للوجود والبناء ديالها من جديد. إذا حنا كجمعية بتعاون مع مجموعة ديال الفعاليات وعلى رأسها الجبهة ديال تزنيت للدفاع عن البيئة، قمنا بمجموعة ديال الإجراءات من أجل تحسيس الناس بالمشاكل البيئية اللي ممكن تكون نتيجة لهذه المحطة هذه. فهناك مشاكل بيئية عديدة يمكن أن تؤدي إلى هذه المحطة، وكذلك هناك مشاكل صحية. إذا بغينا نهضروا على المشاكل البيئية المحتملة، إذن هي لا يمكن أن نعرف ضخامتها إلا على المدى البعيد. إذن هنا سنلاحظ أن هناك يكون تأثير على الفرشة المائية، غيكون تأثير على النباتات ديال المنطقة، غيكون تأثيرات على الإنسان بنفسه. إذن هذه التأثيرات هذه خاصة حنا جينا واحد المنطقة اللي معروفة بأنها منطقة سياحية، فمنطقة سياحية تحتاج إلى الخضرة، تحتاج إلى فضاء بيئي جيد. للأسف إذا ما قدر لهذه المحطة أن تنشأ سيكون عندنا تأثيرات بيئية خطيرة. هنا تلاحظوا بأن احنا بالقرب من المنتزه ديال سوس ماسة، هذا المنتزه اللي هو منطقة محمية والمغرب يفتخر بها، لكن للأسف إذا ما كانت هذه المحطة هذه ستؤثر سلبيا على هذا المنتزه. بخصوص أستاذ الفرشة المائية، الفرشة المائية طبيعيا غيكون عندها تأثير، لأن محطة حرارية من هذا النوع اللي تشتغل بالفيول، وانتم عارفين الفيول والإفرازات اللي ستنشأ من العمل به فين غتمشي، فالأغلبية غيمشي في الفضاء وغتستنشقوا الكائنات الحية، الإنسان والنبات والحيوانات. وكاين إفرازات أخرى اللي هي مرتبطة بالمعمل كمعمل غتمس الفرشة المائية، وهذه غتكون عندها نتائج خطيرة. شكرا أستاذ.